السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص، أنا كنت أول واحد داعم ليك يعني، كده أقدر أقول لك خلاص. الشوط التاني سيء جدا جدا، تغييراتك نفس الكلام اللي حصل في ماتش الأهلي، بروح لجون كتير. أنت عامل معانا شغل كويس، اللعيبة دي اللي مستهترة بتضيع فرص غريبة، كفيل تخلص الماتش 3 و4 و5. ماتش الأهلي نفس الكلام، بتروح لجون كتير قوي. إنما التغييرات وإدارة المباراة محتاجة مدير فني كبير. انت ممكن تكون مدرب كويس قوي، حافظ لعبه كويسه قوي، بتروح لجون كويس قوي، بتوصل لجون كويس قوي، انما مش كوتش كويس. وفرق كبيره في الاوقات دي بتبقى عايزه كوتش كويس. انا اعتقد انك مش كوتش كويس. الناس هنا بتطالب بقى الاداره تاخد القرار وتنفذ. الاداره دي يا جماعه محدش يتكلم معاها خالص، احنا ما عندناش اداره اصلا. يعني خلينا بس نتكلم بقى كلام واقعي عشان ما نهدش المعبد كله. يعني نهدش المعبد يعني ايه؟ يعني يطلع لك دلوقتي ناس تقول لك لازم يمشي، وانا قلت المدرب لازم يمشي ومش هيديك حل، وخصوصا من نادي الزمالك، يعني اولاد نادي الزمالك. يعني اتفرج كده لغايه من اول الدوري لغايه وقت هذا، لو في واحد اداك حل يقول لك مثلا ايه، عايزين نغير المدرب ده واحنا معناش فلوس ومع قد امكانياتنا نجيب مدرب زي ده، المدرب ده بيعرف يعمل نفسه كويس، بيعرف يلعب المباراه كويس، بيعرف يديرها كويس، هو المرحله الجايه بتاع نادي الزمالك. مش ده حد يقول الكلام ده خالص، دول ما يعرفوش غير يلا عم مشي المدرب، عايزين يهدوا الدنيا عشان السبوبه راحت. والله العظيم بكلمكم امانه، السبوبه راحت. نادي الزمالك يا جماعه جنن للنصابين، والنصابين مشوا. ففي الاعلام هيعملوا في الاعلام دلوقتي، هيحاولوا يخلصوا عليك باي طريقه. ما بيهمش نادي الزمالك، ما بيهمش غير مصلحتهم. قصقص ما بيهمش غير مصلحتهم. خلي بالكم. خلاص، انا كنت داعم للمدرب، من النهارده لا، هو مدرب كويس بس مش كوتش كويس. ما اعرفش يلعب المباراه خالص، تروح للجون كتير قوي قوي. انما خلاص، ده حظه وحش معانا ورصيده نفذ معانا كمان، يعني شخصيا يعني. فاتمنى من جون ادوارد ياخد قرار يجيب مدرب كبير، ومجلس الاداره هيلبسك في الحيط. بس الجمهور عارف ان احنا ما عندناش مجلس اداره اللي يفرط في ارض ويفرط في احسن لعيب في افريقيا ويضيع 300 مليون. احنا ما عندناش مجلس اداره، احنا عندنا ناس بتنفذ اجنده، كلنا عارفين كده. خلاص، الجميع كله عارف كده. دلوقتي يا جون انت اللي في المدفع. يا جون بعد اذنك، عايزين مدرب كبير، كوتش كبير، يقرا المباراه كويس، يعرف يدير المباراه كويس، يعرف يخلص المباراه كويس. وهارد لك نادي الزمالك والمحله، اعتقد ما راحوش للجول تاني، صح؟ مش للجول خالص، صح؟ حظ، هي كده. كوره حظ وكوره حظوظ وكوره قرف. يجي لك مدرب كويس كوتش وحش، يجي لك كوتش كويس بس مدرب وحش، يجي لك مدرب كبير معهوش مساعد كويس. هي الكوره كده. اللي جاي افضل نادي الزمالك طول مجلس اداره بعيد عن نادي الزمالك. شكرا، سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص، انا كنت اول واحد داعم ليك يعني، كده اقدر اقول لك خلاص. الشوط التاني سيء جدا جدا، تغييراتك نفس الكلام اللي حصل في ماتش الاهلي، بروح لجون كتير. انت عامل معانا شغل كويس، اللعيبه دي اللي مستهتره بتضيع فرص غريبه، كفيل تخلص الماتش 3 و4 و5. ماتش الاهلي نفس الكلام، بتروح لجون كتير قوي. انما التغييرات واداره المباراه محتاجه مدير فني كبير. انت ممكن تكون مدرب كويس قوي، حافظ لعبه كويسه قوي، بتروح لجون كويس قوي، بتوصل لجون كويس قوي، انما مش كوتش كويس. وفرق كبيره في الاوقات دي بتبقى عايزه كوتش كويس. انا اعتقد انك مش كوتش كويس. الناس هنا بتطالب بقى الاداره تاخد القرار وتنفذ. الاداره دي يا جماعه محدش يتكلم معاها خالص، احنا ما عندناش اداره اصلا. يعني خلينا بس نتكلم بقى كلام واقعي عشان ما نهدش المعبد كله. يعني نهدش المعبد يعني ايه؟ يعني يطلع لك دلوقتي ناس تقول لك لازم يمشي، وانا قلت المدرب لازم يمشي ومش هيديك حل، وخصوصا من نادي الزمالك، يعني اولاد نادي الزمالك. يعني اتفرج كده لغايه من اول الدوري لغايه وقت هذا، لو في واحد اداك حل يقول لك مثلا ايه، عايزين نغير المدرب ده واحنا معناش فلوس ومع قد امكانياتنا نجيب مدرب زي ده، المدرب ده بيعرف يعمل نفسه كويس، بيعرف يلعب المباراه كويس، بيعرف يديرها كويس، هو المرحله الجايه بتاع نادي الزمالك. مش ده حد يقول الكلام ده خالص، دول ما يعرفوش غير يلا عم مشي المدرب، عايزين يهدوا الدنيا عشان السبوبه راحت. والله العظيم بكلمكم امانه، السبوبه راحت. نادي الزمالك يا جماعه جنن للنصابين، والنصابين مشوا. ففي الاعلام هيعملوا في الاعلام دلوقتي، هيحاولوا يخلصوا عليك باي طريقه. ما بيهمش نادي الزمالك، ما بيهمش غير مصلحتهم. قصقص ما بيهمش غير مصلحتهم. خلي بالكم. خلاص، انا كنت داعم للمدرب، من النهارده لا، هو مدرب كويس بس مش كوتش كويس. ما اعرفش يلعب المباراه خالص، تروح للجون كتير قوي قوي. انما خلاص، ده حظه وحش معانا ورصيده نفذ معانا كمان، يعني شخصيا يعني. فاتمنى من جون ادوارد ياخد قرار يجيب مدرب كبير، ومجلس الاداره هيلبسك في الحيط. بس الجمهور عارف ان احنا ما عندناش مجلس اداره اللي يفرط في ارض ويفرط في احسن لعيب في افريقيا ويضيع 300 مليون. احنا ما عندناش مجلس اداره، احنا عندنا ناس بتنفذ اجنده، كلنا عارفين كده. خلاص، الجميع كله عارف كده. دلوقتي يا جون انت اللي في المدفع. يا جون بعد اذنك، عايزين مدرب كبير، كوتش كبير،
يقرا المباراه كويس، يعرف يدير المباراه كويس، يعرف يخلص المباراه كويس. وهارد لك نادي الزمالك والمحله، اعتقد ما راحوش للجول تاني صح؟ ما راحوش للجول خالص صح؟ حظ، هي كده كوره حظ وكوره حظوظ وكوره قرف. يجي لك مدرب كويس كوتش وحش، يجي لك كوتش كويس بس مدرب وحش، يجي لك مدرب كبير معهوش مساعد كويس. هي الكوره كده. اللي جاي افضل نادي الزمالك طول مجلس اداره بعيد عن نادي الزمالك. شكرا، سلام.